وعاشت الصدف أني شدت تقديم زواج على المباشرة في شارع تقسيم. السلام عليكم، نوفل فلوغ ونوفل فيديو مع بعضنا. اليوم راح نعيشوا أجواء جميلة جدا في اسطنبول، وراح نعيشوا في شارع تقسيم. هذا الشارع الذي يسمى أيضا بالشارع الكبير في اسطنبول، الشارع الأحمر، شارع موجود فيه كل شيء ومسموح فيه كل شيء. يعني كل المحلات العالمية موجودة، كل الماركات العالمية موجودة، موجود فيه أيضا كل الأشياء المحرمة مثل السهرات والنساء، وكل شيء موجود في هذا الشارع الكبير. سوف نستكشف هذا الشارع مع بعض، كل شيء سوف نستكشفه في هذا الفيديو الذي سيكون بين يديكم. فيه أيضا محلات ماكدونالد، فيه محل بوراك، فيه محل KFC، أيضا فيه بدون الأكل، فيه ملابس، فيه أديداس، نايك، بيما، كل الماركات العالمية موجودة. يلا مع بعض ليتس جو في نوفل فيديو. يلا، وبعد ما انتهينا من الجولة الاستكشافية مع بعضنا تاع مدينة اسطنبول وخصوصا شارع تقسيم اللي نحن فيه رانا نديرو لكم في هذا الفلوق مع بعضنا، راح يكون فلوق متنوع. وعلى بالي الناس بكل راهي تحوس على حاجة واحدة، ولكن نخليوها لكم هي راح تكون في الاخر ان شاء الله. دركا راح نروحو لكم ديريكتومون الماكلة. الماكلة كاينة موجودة بكثرة، سورتو الحلويات. كاين الحلويات بكل انواعها، الحلويات التركية موجودة، البقلاوة، الصامصة، صامصة كما يعيطولها في تركيا، موجود الكنافة. يعني كل الأكلات التركية، الحلويات موجودة، وها هي في الصورة أمامكم. يعني موجودة، والذوق تاعها ما كانش كيفو تاع تركيا. عندها نوع حلويات رائع، ولكن أنا ما ننصحكمش باش تشريو من تقسيم، لأن تقسيم السعر فيها راهو غالي بكثرة. وهنا نروحو شوية الماكلة تاع ترك. أنا ما تعجبنيش بزاف، ولكن هي بنينه. انا عجبني اكثر الحلويات وكل شيء. الاكل التركي انا نفضل انك تاكل شاورما، تاكل حوايج اللي باينين حوت، تاكل ما على باليش كاين قدام حاجه تركيه يعني تكون السعر تاعها مناسب، افضل من هذه الاكلات اللي تجي في مخلطه بزاف. واللحم تاعها انا ما عجبنيش باسكو يجي موش كيما تاعنا. عموما يعني هذه نظرة خفيفة. قلت لكم تلقاو الأكل كاين كلش، كاين عندهم كلش، كاين محل تاع نصرت، كاين محل تاع بوراك، كاين محل تاع قدان المشهور في تركيا. يلا الآن نعمل دورة ونعطيكم قليل من محلات الملابس. يعني عندنا ديفاكتو، عندنا كفوسنا، عندنا بيما، عندنا اللي مارك بكل اللي موجودين. عندنا الشوارع دي الداخلية القصيرة اللي راح تودي المكان اللي نخفيو لكم بعدا ما تعرفوه إن شاء الله. يعني كاين كلش، كاين ملابس، كاين أحذية، كاين مكياج للنساء، كاين الروائح. شارع تقسيم يوجد فيه كل شيء. أيضا الشيء اللي ما يعجبنيش في تقسيم أنا عموما هي أنك تلقى بزاف ناس ياكلينك في الطريق، يجي يقولك خويا عندنا سهرات، عندنا حفلات، عندنا دونس، عندنا منا هيا تروح معنا. هي يعني بطبيعة الحال راهم يحوسوا على المال فقط، يحوسوا ياخذوا منك مالك، يحوسوا ياخذوا منك أي شيء تملكه بالفتيات وبالنصب والاحتيال في هذه الأمور. لذلك أنا ما ننصحكمش بهذه الحاجة. وهي الشوارع الضيقة في شارع تقسيم. الشوارع الضيقة كما تشاهدون أمامكم، سأضع لكم بعض الفيديوهات. الشوارع الضيقة كيفاش تدخلوا لهم على اليمين ولا على اليسار، تلقى فيهم كل أنواع المحرمات موجودة. يعني هي مدينة عموما مدينة علمية وليس علمانية، عفوا وليس مدينة إسلامية، لذلك تجد كل شيء فيها. نشاهد مع بعض من المقتطفات من هذه الشوارع ونعود نحكي لكم عليها.
وعدنا لكم. ما حبيش نطول بزاف هذا الموضوع لأن الموضوع يمكن يزعج البعض، لذلك لا التطرق إليه كثيرا. كما عودناكم وعودنا حكينا وقلت لكم هذه الشوارع تدوج منها شوارع ضيقة. في شارع تقسيم الكبير تجدون كل شيء فيها لمن يريد هذه الأمور التي لا أنصح بها بتاتا. أيضا الحمد لله شارع تقسيم موجود فيه كل شيء تذهب له كل العائلات وكل الأصناف من المجتمع، اللي يحب يروح تما يضيفوا لي يمشي. وشارع طويل بالك حوالي فيه واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو تمشيه منه ديريكتومون توصل حتى لبرج غلطة. برج غلطة اللي راح يكون في الاخر تاع تقسيم. ايضا تقسيم فيها ايضا شارع اسمه جزائر. هذا الشارع بحكم انه جابوا فيه الكارلاج على الارض وبناو به طريق اسمها شارع جزائر. هذه معلومة خفيفة راح ندوها لكم. وهاد الدقيقة عينات عندنا راهي الساعتين تاع الليل تاع الصباح، خاشي مازال حمر باسكو راهو عيد عندهم في تركيا. العيد هذا فيه كلش باطل، المواصلات العامة، المواصلات كيما نقولوا المترو، الكار، الترامواي، كلش باطل. الاتراك يمشيو فيه كيما العيد الصغير العيد الكبير ثاني يديروا كلش باطل. نتمنى ان شاء الله عجبتكم هذه الحلقة خفيفة صغيرة ما فيهاش فيها دورة خفيفة في شارع تقسيم، الشارع المعروف والغني عن التعريف. يلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من اجل التواصل بكل ما هو جديد في القناة. نلتقي في حلقات اخرى. شكرا لكم.